إذا جعلك الله تنتظر كثيرا فكن مستعدا لتحصل على ضعف ما كنت تتمنى. اهلا وسهلا يا احلى متتبعين قناه لاله مولاتي الشماليه، فيديو جديد ونهار جديد الغزالات. الفيديو ديال اليوم اقتراح بسيط. الغزالات ديالي طاوه ديال الحوت في الفران، سهله وبنينه الغزال مع الغزالات ديالي مع المرافقات ديال الشلاضه خفيفه بالخيار والمطيشه واللاصوص طوماط والخبيزه اللي معجونه بخبيزه ديال القمح، دقيق ديال القمح وهذا والنخاله ديال العجين. المهم هنايا كما كتعرفوا الشرموله المغربيه او الشرموله المغربيه معروفه اللي كتكون بالحامض والثومه والقزبر وتحميره او بابريكا، الكمون، المليحه، شويه ديال زيت المائده وشويه ديال زيت العود والزعتر او الزعتر على حسب كل منطقه شنو كيقولوا له. المهم هنايا عملت ديك خلطت التشرمول ديالي مزيان وغادي نزيد لها شويه ديال الزويته حيت هو غيطيب في الفران ماشي مشكله، يعني ما غتقلاش ولا شي حاجه. صافي الحوت ديالي هنايا كان عندي ديك الشرا الكبير، انا غسلته ونقيته مزيان وقطعته من الطهر ديالو. يعني انا غنعملو غنفتحو صافي هكذا وغنطلقو في الطاوات ديالي. الطاوه ديالي غنكون عملت فيها ورق ديال الطبخ صافي، ما غنعملها لا بابي الماني ولا حتى شي حاجه حيت انا عندي غير الفران ديال الغاز دغيا. زعما تبارك الله الحوت دغيا ما كيديش شي وقت بزاف. كيعجبني انا ملي كتجي ديك الجلده ديالو الفوقانيه محمره كيجي غزاله تبارك الله. وما شهيتكم في الحوت صراحه جواعه. هنايا غادي من بعد ما نسالي الحوت ديالي غادي نقطع واحد شويه ديال بطاطا على بطاطا عاديه غنغسلها وصافي غنقطعها، ما غنقشرها ما حتى شي حاجه. وغادي نزيد لها شويه ديال الزيت شويه ديال الزعتر المهم غير نحركها هيدا في ديك الشرموله اللي كانت باقا تما في هاد الكسيعه صافي. وغادي نحطها حتى هي نستف في الطاوه ديالي. والصراحه غتجي ما نقول لكمش كيفاش غتجي فنه وما تشبعش منها اقسم بالله. واحد الغدا اش نقول لكم، غدا ملكي اسطوري خيالي يا اخوات. غدا بسيط متواضع، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. المهم شليضه عملت معاها لاصوص ديال الطوماط اللي انا عندي معتمده، اللي كنشبر مطيشه وشويه الزعتر وشويه ديال زيت العود وشويه ديال العطريه هكذا ومليحه، وكنعملها طيب عاد كنطحنها وكنعاود نزيد لها شويه الزويته ونخليها تتشحر مزيان. المهم هنا من بعد ما غندخل الطاوه ديال الفران خليكم معايا تشوفوا كيفاش جات. المهم غتشوفوني بعد ساعات كنوقف في الهضره حيتاش انا شحال ما هضرت في القناه شحال. المهم مده هذه كما كتشوفوا هنايا من بعد ما طابت لي تبارك الله الخبيزه ديالي جات غزال. عملت خبيزه المقله ولكن جات فنه. الخبز ديال الدار، الخبز ديال القمح يعني ماشي الخبز ديال الفورس صافي وشليضه. المهم اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزحمه. المهم الغزالات الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنسونيش واحد لايك وواحد كومونتير فضلا وليس امرا. هنا كنقول لكم سلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. تشوفوا حالي يا بعد واش صرالي